السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل الموشن ده مع بعض. لو عندك أي لوجو تحول الأوت لاين وبعدين تعمل فيه الهاندلز دي تدي منظر كويس في البرزنتيشن وهكذا يعني، أو ممكن تستخدمه أي استخدام أنت عايزه، تعرضه مثلا على بيهانس، تعرضه على الفيسبوك، على أي حاجة أنت عايزها يعني. تمام، أول حاجة لازم بس يكون عندنا البلجن دي، طبعا هسيبها لك تحت، هي كريت نالز فروم بس، وبعدين يكون معانا اللوجو على الإليستريتور ويكون متحول لباس كده، يكون أوت لاين. وبعد كده إيه، عشان الأوت لاين ده تقدر تستخدمه مثلا إنك تتحكم في السايز بتاع الأوت لاين وهكذا يعني. تمام، اللوجو طبعا بيكون من قدام المنظر ده. وتاني بلجن نستخدمها اللي هي الاوفرلورد دي بتنقل لنا الحاجه من الستريتور لافتر افكت على طول، بدل ما نسيف الفايل ونرجع نستخدمه تاني يعني. فهدوس هنا دوسه، طبعا مش هنا، هنروح للمقاس الجديد اللي احنا عاملينه، اي مقاس انت عايزه طبعا، وتدوس هنا دوسه. حلو قوي. طبعا هنا في اللوجو ده يعني ده حاله استثنائيه، مثلا الشباب بتاعته كلها زي بعض يعني، ده زي ده زي ده، هعمل حاجه واحده بس فيهم وبعدين اعمل دبليكيت وهكذا يعني. فانت طبعا على حسب اللوجو بتاعك او على حسب الشباب اللي انت عايز تستخدمه يعني. فانا امسح الحاجات اللي انا مش عايزها كده من هنا، وادوس هنا على الكلمه دي، وبعد كده بمسح الجروبات اللي انا مش عايزها. تمام، انا كده وقفت اللوجو بتاعي على الشيب ده والشيب ده. ممكن افصلهم طبعا او ممكن اسيبهم زي ما هم كده، بس انا بس احسن ان افصلهم يعني، اخلي الدايره الوحيده واخلي دي الوحيده. هفصلهم بالبلجن دي اللي هي موشن تولز بانل، لو مش موجوده عندك برضو هسيب لك اللينك ليها يعني. وبعدين بندوس على العلامه دي كده، فصلت لي الدايره في شبه واحده ودي في شبه واحده. هسلكت كده عليهم الاثنين، وبعدين لو البلجن طبعا مش هتلاقيه عندك كده في الاول، هتدوس على ويندو وهتلاقي هنا عندك تحت كريت نالز فروم باس دي. وبعد كده اتاكد ان انا عامل صح هنا وصح هنا، وبعدين ادوس على بوينتس فولو نالز دي. قبل ما ادوس عليها لازم احدد الباس بس اللي هو المسار بتاعي، فهكتب هنا باس، وبعدين اسلكت كده على الكلمه دي وعلى الكلمه دي اللي هي الباس والباس، وبعدين ادوس دوسه هنا كده. استنى بس شويه، هتتحرك من هنا، هتتحرك معاك عادي وكل حاجه، بس هنا الحاجات دي كبيره قوي، اللي هي الشيبس دي او الهاندلز دي كبيره قوي. طيب تعال نغير الالوان بس بتاعتهم كده الاول. نسلكت مثلا على الالوان دي، او لو عايز تسيبها طبعا تسيبها. بعد ما تسلكت عليهم كده كلهم هتروح هنا عند فيل وتغير اي لون انت عايزه يعني، مش طبعا دي ترجع لك يعني. تمام، انا سيب بس برتقين عشان يكونوا واضحين، بس اغير السايز بتاعهم. ممكن مثلا بعد ما سلكت عليهم كده كلهم اخليهم فوق مثلا كده بحيث يكونوا منفصلين لوحدهم، وادوس هنا على السايز، اكتب حرف الاس بس، وبعد كده اي زد اي، هيظهر لي السايز كده. اسلكت على السايز كده كله، طبعا بفضل دايس على شيفت وانا ماشي عشان سيلكت على كل مره، واخلي مثلا السايز مثلا اخليه 17 مثلا او 18 ل 17. تمام، ونفس اللي عملته في المربعات دي هسيلكت كده على الهاندلز دي كلها برضو، احاول اخليهم كده فوق لوحدهم منفصلين، وممكن اغير اللون بتاعهم يعني كده. وبعدين نفس اللي عملته برضو هكتب سايز، طبعا سيلكت عليهم كله ويصغر كده. تمام، انا شايف مثلا العشرة مناسب او 12 مناسب. هتلاقي عندي هنا الاستروك كده، بس لما سلكت على اللايرات دي كلها تاني كده هتلاقي كلمة ستروك فوق، اخليها مثلا وليكن 3 مثلا. انا شايف اللي كده مناسب، بس طبعا لسه في مشكلة، وهي اللي فيه كده هنا دايرة ورا، فباينة كده ورا الشيب بتاعي او ورا المربعات بتاعتي دي. فهم دول طبعا اللي احنا ما استخدمناهمش خالص. دوس برضه على سايز ونصغر بقى خالص، دول مش مهمين يعني فنسيبهم اي حاجة كده. كل حاجة بتاعتي جهزت للتحريك بالظبط، اللي هم لونهم اخضر يعني. ندوس حرف البي ونديها كي فريم، ونيجي مثلا قدام شويه كده على اليمين، اي حاجه عشوائيه يعني، بس بنتست في الاول. وبعد كده يعني ممكن بقى ايه، نلعب في الجراف ده بحيث ايه ما يكونش مظبوط يعني، يكون معانا مثلا باي شكل غلط يعني. طبعا دي بقى انت لو معاك ريفرنس ولا حاجه تقدر تستخدمها ايه بكل بساطه يعني، ولا ما تعرفش تسلكته من هنا هتلاقي موجودين عادي، بتسلكت عليه فاهم، وهكذا يعني. طبعا باي شكل انت عايزه يعني، دي ترجع لك وعلى حسب اللوجو اللي معاك برضو. انا شايف مثلا اللي كده ايه كويس، اشغل بس هتلاقيه ظبط معايا كده حلو. بس طبعا الشكل او الحركه بتاعتي شكلها بايخ او بطيء، فسيلكت كده على اللايرات بتاعتي كلها وادوس اف 9، وبعدين ادوس على الجراف سبيد جراف اديتور، وهتلاقي هنا عندك اديت جراف سبيد، طبعا دي لازم يكون علامه صح. فسيلكت كده على شويه الاولانيين، هدوس هنا كليك واسحب كده، وبعدين الهاندلز دي اشدها ناحيه الشمال شويه، وبعدين اسلكت هنا برضو واشدها ناحيه اليمين شويه، واشغل كده الفيديو. طبعا كده بقى احسن، بس لسه ابطأ برضو، فهشد شويه اللي في الاخر دول واقربهم كده شويه. شغل كده مع الفيديو. تمام كده ظبطت معايا، حلو قوي. هنيجي بقى الحاجه الاخيره انا هفهمها لك بس عشان وقت الفيديو.
اللي هي التايمنج بقى اللي انت بتظبطه. تمام، او تعالى نعملها مع بعض سريعا سريعا وانت ايه هتعمل الباقي يعني. سيلكت كده على كله وادوس على بري كومبوزيشن واسميه واحد مثلا او اي رقم. حلو كده. الهاندلز طبعا طارت منك يعني، فسيلكت كده على الكومبو بتاعي الاصلي وبعدين ادوس على كنترول ايه، ادوس على اللاير وبعدين غير لاير، ادوس كده هنا كده ايه دوسها. هرجع تاني للاساسي بتاعي هتلاقي كده عملت. وهنا برضه اتاكد انك ايه في تشيك كده على جايد لاير، فالبوينت هنا ظهرت. حلو. طبعا لو عندك لايرات كتير من ده، طبعا في واحد كده هنا ممكن نعمله دبل كليك زي اللوجو يعني بالظبط، هيكون كده مثلا وهكذا يعني ايا كان هو كان ايه بالظبط. تمام، بسلكت كده عليهم كلهم وبعدين اربطهم بنال اوبجكت. حلو حلو. طب هنخفي ده بس عشان مش عايزينه دلوقتي. انا هنا بتحكم في النال اوبجكت بتاعي، فهعمل كده سكيل كده كبير خالص واسيبه هنا كده مثلا. وايه، بدوس على البوينت دي عشان الكواليتي بتاعتي تفضل ايه محافظة عليها مش في النل. تمام، ده الكومبوزيشن بتاعنا. هدوس على العلامة دي كده شايف الكواليتي. تمام، هدوس هنا على بوزيشن وسكيل على النال اوبجكت اصلا وسكيل، وابتدي بقى اتحكم في التايمنج بتاعي بقى. مثلا هنا كده ايه عايزه كبير وبعد كده ينزل تحت مثلا، ينزل تحت على الشيب دي وبعدين يتعمل. فبعد ما اديت اول كي فريمين اللي هي بوزيشن وسكيل بسحب كده من الاوبجكت كده لاي بوزيشن انت عايزه بقى. طبعا في اللوجو بتاعي انا عايزه يفضل هنا مثلا واخليه على هنا بس. حلو. وعايز ازود سكيل ازود، عايز اقلل اقلل، فانا هزود كمان سكيل شويه طبعا على حسب اللي انت عايز توضحه يعني. تمام، ممكن هنا اقلل سكيل شويه كده تلاقي نزل تحت ايه ظبط البوزيشن بتاعه. تمام، نظبط التايمنج بقى ازاي. حلو قوي. هنا ندوس حرف اليو هظهر لنا الفريمات كلها بتاعت الاشكال بتاعتنا. احنا مثلا عايزين ده بس اللي في الاول، الهاندلز دي اللي في الاول، فهنطلعها فوق كده ونسلكت على الكي فريمات كلها اللي احنا مش عايزينها. مثلا اتنين عايزينهم، ده مش عايزينه، نسحبهم بس ايه شمال كده ونروح على الكومبوزيشن بتاعنا اللي احنا عاملينه سكيل ونيجي هنا ندوس F9 عشان نخلي الحركة بتاعتنا سلسة. برضو نفس اللي عملناه هنعمله هنا تاني، سيلكت كده عليهم ونخليه بطيء في الأول وسريع في النص وبطيء في الآخر. حلو أوي الكلام ده. تمام، أنا هنا إيه عامل كده الموشن ده وأول ما انتهى راح هنا، فعايزه بقى يبتدي إيه يعمل الحركة بتاعته التانية اللي هي إيه الحركة في النالز دي أو الهاندلز دي. فسلكت كده عليهم كده هيظهر له من هنا، أشد الكي فريمز دي كده هنا وأشغل كده هتلاقي عمل لي كده. وممكن مثلا أجي هنا وأزوم أوت كده وأرجع مثلا اللوجو هنا إيه لأصله، وهو بيرجع يكون بقى ايه الشكل بتاع كله مظبوط. فهنيجي هنا هو بيرجع من هنا، هنيجي هنا نسلكت كده على الكي فريمز دي ونرجعها هنا ونشغل كده ونروح تاني للكومبوزيشن ده ونشغل. تمام جدا. طبعا ده بايظ، هنظبط كده اللي في الاول ده كده وبعد كده نسلكت على الكي فريمات اللي فوق دي وندوس كوبي وبعدين ندوس ايز تاني عشان يكون الفاليو بتاعنا بتاع البوزيشن زي السكيل. حلو أوي كده. طبعا كده يكون خلصنا والشرح سريع شوية عشان بس ما يطول ما فيش وقت خالص. طبعا لو انت اتفرجت على ريفرنس كتير تقدر تطلع انيميشن احسن من ده كمان، بس اهم حاجة تدي الموشن بتاعك وقت. طبعا انا بشرح بس سريعا بحيث انك تفهم بس الفكرة يعني من الموضوع كله يعني. وشكرا.